تلبية للنداء لوجوه حزب النهج الديمقراطي العمالي لتخليد ذكرى الشهداء. حزب النهج الديمقراطي العمالي دأب على تخليد هذه الذكرى، ربما الآن تخليد أمام المعتقل سيء الذكر ديال درب مولاي الشريف ياتي الاحتفال وتخليد ذكرى الشهداء وكذلك الاحتجاج، لان دائره الاختفاء القسري ما زالت مستمره. نحن داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان لدينا 75 ملف ديال المختفين مجهول المصير. المقرر الاممي الخاص بالاختفاء القسري يتحدث على 105 ديال الحالات. كذلك كتجي هذه الوقفه في الوقت اللي كيعرف الوضعيه ديال حقوق الانسان تدهورا كبيرا، سواء من خلال استمرار المعتقلين الرأي بوعشرين والريسوني والراضي وكذلك المدونين. اذا كذلك هذه الوقفه كتجي في الوقت اللي يلاه المغرب كيقدم التقرير ديالو امام لي بير، التقرير الدولي الشامل اللي كذلك عندنا عليه مجموعه من الملاحظات. مع الاسف ما زالت الدوله المغربيه تمارس الهروب الى الامام، لا تريد ان تقف وتعترف على ان هناك انتهاكات كبيره لحقوق الانسان في المغرب. الوقفه ديال اليوم تاتي من اجل المطالبه بالحقيقه في الملف ديال مجموعه ديال الشهداء ديال الشعب المغربي اللي حتى الان بعد مرور ازيد من 10 سنوات ولا 15 سنه على توصيات الانصاف والمصالحه، مع الاسف ما زالت هذه الملفات مغلقه. ننتظر ان تكون لدى الدوله المغربيه الجرأه لطرح الملفات، خاصه من استشهد في درب مولاي الشريف امين تهاني وعبد اللطيف زروال وغيرهم. اذا باسم الجمعيه ما زلنا متشبتون، وكذلك نجدد الدعم ديالنا للعائلات المختطفين مجهولي المصير وكذلك عائلات الشهداء لنستمر في النضال حتى نعرف الحقيقه وكل الحقيقه. جمال بالراجع الامين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي. جينا اليوم امام درب مولاي الشريف سيء الذكر باش نخلدوا الذكرى ديال الشهداء اللي كنخلدوها كل سنه. اولا تحت شعار نضال مستمر من اجل الكشف عن الحقيقه في ملف المختطفين والشهداء وعدم الافلات من العقاب. لنؤكد ايضا على اننا سنستمر في النضال من اجل الكشف عن الحقيقه، وان هذا الملف سيبقى مفتوحا حتى إذن الكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة الجلادين، وكذلك جبر الضرر سواء الفردي أو الجماعي. وفاء لأرواح الشهداء وإجلالا لهم إذن نخلد هذه الذكرى. كذلك نؤكد على أننا مستمرون في نضالي إلى جانب الطبقة العاملة وعموم الكادحين كنهج ديمقراطي عمالي من أجل تحقيق أهداف شعبنا في التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. اليوم كيف دائما كما دأب حزب النهج الديمقراطي العمالي على تخليد ذكرى شهداء الشعب المغربي، شهداء الحرية، شهداء من أجل الديمقراطية، من أجل تحرر البلاد ديالنا ومن أجل التقدم ديالها. العشرات والعشرات من الشهداء الشعب المغربي تكرمهم النهج الديمقراطي بإحيائه سنويا لهذه الذكرى العزيزة علينا، وفي ذات الوقت ليؤكد سيره واستمراره في النضال على نهجهم وعلى طريقهم من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية، وكذلك من أجل مساءلة ومحاسبة المجرمين الجلادين الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات الجسيمة التي ذهب ضحيتها الشهداء، وتلك الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها المئات والمئات من المعتقلين السياسيين، وتلك الانتهاكات الجسيمة التي ذهب ضحيتها الكثير من المختطفين. وليذكر بالمناسبة على ضرورة الاستمرار في فتح ملف المختطفين وإجلاء الحقيقة الكاملة حول ملف المختطفين، بما في ذلك الكشف عن رفاتهم وكذلك محاسبة الجلادين المسؤولين عن اختفائهم وعن اغتيالهم. سوف يستمر النهج الديمقراطي بطبيعة الحال انطلاقا من مشروعه التحرري على النضال في هذا الطريق من أجل كما قلت كشف الحقيقة الكاملة، ومن أجل محاسبة ومحاكمة الجلادين الذين لا زالوا مستمرين، واللي في نفس الوقت الاستمرار ديالهم وإفلاتهم من العقاب هو اللي تيخلي العودة نتاع الانتهاكات الجسيمة لبلادنا
واللي تيخلي استمرار المعتقلين السياسيين اللي تيملؤوا السجون في البلاد ديالنا. وبهذه المناسبه تنعاودوا ناكدوا مطالبتنا باطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين ومعتقلي الريف. هذه مناسبه ديال تنظيم وقفه رمزيه من اجل الحقيقه فيما يخص ملف الشهداء وملف المختطفين السياسيين اللي عدد ديالهم راه كثير وكبير، ما بيناتهم وهو المجاهد قاسم المنوزي، وهو مناضل في شبيبه الاتحاديه في السنوات السبعينات، واللي تعتقل في شهر سبتمبر 1970 في اطار الحمله اللي شملت الحركه الاتحاديه. هو كان كما قلت شاب في عمره تقريبا 29 سنه اللي تم الاختطاف ديالو والاعتقال ديالو في هذا السجن سيء الذكر ديال درب مولاي الشريف اللي احنا في امتار امامه، واللي تمارس عليه واحد التعذيب شنيع واللي على اثره استشهد. وبالنسبه للدوله انذاك في اطار محاكمه مراكش، يعني سنه من بعد ملي المحامين كيطالبوا بالحقيقه حول المصير ديالو وحول الرفات ديالو، شهاده كانت تقدمت انذاك بشهاده طبيه مزوره بانه مات على اثر مرض، ولكن شهود بما فيهم ابي والعائله ديالي كانت حاضره ومناضلين اخرين شافوه قبل ما ان يموت في حاله احتضار تحت سياط الجلاد. وحنا بهذه المناسبه باش اللي كنطالبوا كذلك او الحقيقه حوله، ولكن كذلك تسليم الرفات ديالو. بهذه المناسبه كذلك كنقول بانه العائله ديالنا عندها شهيد كذلك وهو الكوموندون ابراهيم المنوزي اللي كنطالبوا اللي تعدم خارج اطار القانون بعد انقلاب الصخيرات انه يتم تسليم الرفات ديالو، وكذلك المصير ديال الاخ الحسين المنوزي اللي مازال المصير ديالو مجهول الى يومنا هذا.